يقول هذا شاب كان رايد بنيه على سنة الله ورسوله، وبانين العلاقة على ختام الزواج، وصار يتوج علاقته بالزواج. فتقدم فك تحصيل حاصل، لم مشيته وياويله شرواكم وراح حول عده للبت. نعم. ما رفضوا. عدى المشي ثانية وياويد وسادة ورجع وهم رفضوا. وثالثة وواصلات وش اسمه ما صارت. اي. يقول إذا أن وصل مرحلة اليأس، وهذا الحب مشكلة. يقول بين بوجهه، بين بمعانيه، بين بصحته، بين يعني الموضوع تعب. مش تغيرت. اي. يقول اكو شخصية بالفرات الأوسط اسمه سيد حمد. هذا السيد حمد يقول شخص صاحب شارة، صاحب شيء عظيم على مستوى محافظات، إلى تقدير غير شكل يعني. نعم. اي، فشخصية مرموقة. وهذا الولد له علاقة به. يقول قال بعد ما له غير سيد حمد. سيد حمد يحلها. يقول راح سيد حمد وصليه. نعم. شافه سيد حمد قال له ايش صاير بيك؟ شنو وضعك؟ شنو هي؟ قال له والله سيد حمد انا هاي سالفتي وبعد يمك. قال له بشيء. ركب سيد حمد يقول وراح طب الديره، بعد الديره يا كبر بختهم طبهم سيد حمد. الله. كل من يقول ضيف سيد حمد وهو بطريقه لما حول بابه بالبيت. يا كبر بختي ويا حلا ويا مرحبا ويا سيد حمد. نزل سيد حمد عذبوا وذبحوا، قدموا الضيافه، ما قبل ضيافه سيد حمد. قال لهم انا جايب طلب، تعطوني طلبي اقبل ضيافتكم، ما تعطوني طلب انا راض. اي. قالوا له سيدي انت تمون على ارواحنا، شنو طلبك؟ انت تؤمر ما تطلب. قال لهم والله انا جاي اريد بدكم على سنه الله ورسوله لفلان. حلو. قالوا له سيد انت تقبعها وتاخذها، بس هذا الموضوع محسوم والمراه مملوكه وعرسها باكر. وانت بختك عليها جديم، اذا تريد تفسخ الخطوبه وتاخذ المراه الك. قال نعم، اذا الموضوع هيك واصل نعم نهائي. قام يقول سيد حمد البت تصنت. اي. قام يقول ركب فرسه، لاقيته كضت عنان الفرس. قالت لسيد حمد من جيت شنو اللي قضيته؟ سيد حمد من جيت شنو اللي قضيته؟ والبالبحر غرقان ما شلهيته. الله 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 الله. قال شنو ابويا شنو الحكي؟ قالت له ماكو شيء من هالحشوله، لا خطبه ولا مدسه ولا عرس. كظها منيتها وصعدها ورا على الفرس وطلع. ايه. يقول هم بعد صاروا مو بحال بتهم بحال سيد حمد، يحرجهم طلع زعلان. الله. بعد لموا مشيتهم وعدلوا وادمهم ولحقوا سيد حمد لبيته. ابوي احنا دخيل الله ودخيلك وغلطنا ومنك السماح. وش سويته الك؟ وش سويته الك واحنا رضاك. الله الله. قال فما انا ارضى بشرط. قالوا له شرط؟ تتوم. قال لهم الولد يمشي على بيتي وياخذ البت منا وانا ما عندي شيء. قالوا لا. فمشى واخذها وفضل سيد حمد.